منارة الثقافة مش مجرد برنامج، دي بوابة لعالم أوسع. كل فكر شعاع، وكل كلمة نور، ومنارة الثقافة هي الدليل. أعزائي المشاهدين، أيام قليلة ويبدأ فتح باب الترشح لمجلس النواب المصري 2025. هذا المجلس الذي يطمح كل أهالينا المصريين ويعولون عليه الكثير من الأحلام اللي هي تفتح لهم المجال لحياة أفضل. مجلس النواب المصري بعد التعديل في القانون ورفع سقف المشاركين فيه وأعضاء مجلس النواب، ده فتح مجال كبير جدا لعدد كبير من المرشحين ان هم يدخلوا هذا المجلس. مجلس النواب زي ما احنا عارفين كان يقال انه وظيفة عضو مجلس النواب هي انه يكون مساهم في صنع التشريع والقانون الذي يخدم الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية للمواطنين المصريين. ولكن خلينا نقول انه بجانب هذا الدور الذي يقوم به النائب في مجلس النواب، الا انه لا يتعارض انه يكون العضو المجلس النواب له مساهمات اجتماعية ولو حتى لأهل دائرته، يكون محتك بأهل القرية اللي هو فيها، بيشاركهم في مناسباتهم العديدة، سواء كانت مناسبات أفراح أو لا قدر الله مناسبات أحزان، إلا أنه بيدلل على أن عضو مجلس النواب الذي يمثل هذه الدائرة هو ملتحم مع أبناء قريته، يعيش معهم الحياة لحظة بلحظة، متلاصق معهم. مش بنقول إن هو مجرد إنه بيحصل انتخابات يتم الأصوات، نجح النائب انعزل عن أهل دائرته، ويقال في هذه الحالة إن وظيفتي إن أنا أساهم مع المجلس في صنع التشريع والقانون اللي بيخدم أهل بلده أو بيخدم المصريين كلهم بصفة عامة. لكن يا ريت إن احنا بنقول، احنا دايما زمان كنا بنشوف النائب في دايرة أسبوعيا بيتواجد مع أهل القرية بتاعته، مع أهل دايرته، يقعد معاهم، بيصير بينهم حوار، يعرف إيه مشاكلهم، يعرف إيه كل المصاعب اللي قدامهم، يعرف إيه طموحات أهل الدايرة اللي هو موجود فيها. مجلس النواب بيعول عليه في أشياء كثيرة جدا. لا يخفى على أحد أنه الدولة المصرية فيها العديد من الملفات التي تهم المواطن ويهم مصر كلها بصفة عامة، ولذلك احنا بنقول في ظل هذه الأمور أنه النائب المحتمل القادم لابد أن يكون أو يتوفر فيه العديد من الصفات اللي هي تمكنه يكون فعلا ممثل لأهل الدايرة وأهل المنطقة اللي هو بيعيش فيها، ده بصفة خاصة، ولكن نقول بصفة عامة بيخدم الدولة المصرية. باطلاعي كده واحنا بنشوف المرشحين المحتملين لمجلس النواب القادم، العديد بدأ ان هو ينزل ببوسترات في كل المحافظات وفي كل الأحياء وفي كل الميادين، بدأ كل واحد بيعلن عن نفسه. واحنا بنتجول وبنشوف المرشحين، فعلا يعني أعداد كبيرة جدا، شباب موجود، سن متوسط موجود، سن فوق موجود. احنا بنقول بصفة عامة لابد أن يكون هذا النائب يمتلك العديد من الأشياء والملكات اللي هي تتوفر في النائب حتى يقوم بدوره على أكمل وجه. لابد أن يكون له رجل مثقف، له فكر، له رؤية، لابد أن يكون مطلع على كل الأحداث التي تحدث على مستوى الوطن بصفة خاصة وعلى مستوى العالم بصفة عامة. لابد أن يكون هذا النائب يمتلك العديد من مواهب كثيرة جدا تمكنه أن هو يقدر يطلع بدوره الأساسي في هذا المجلس. كان لي في هذه الجولة وأنا بطلع على العديد من المرشحين
فوجئت انه في هناك مرشح الا وهو النائب المحتمل محمد انور موسى سلمان، مرشح نفسه عن دايره مركز شبرا خيت واتاي البارود في البحيره. بالسؤال عن هذا النائب وجدت انه شخصيه مساهمه بشكل كبير ابا عن جد في الحياه المدنيه وفي المجتمع المدني. كان لي الحظ الوفير ان انا التقي معاه وبالتحدث معاه، رجل فعلا على درجه عاليه من الثقافه، مثقف جدا، ملم بالحياه الثقافيه ومشاكل الفنون الثقافيه بصفه عامه، وهذا اسعدني لاني في الاساس رجل من المؤسسه الثقافيه. بالحديث معاه وجدت انه مطلع بشكل كبير جدا على الحياه المجتمعيه، على كل المبادرات التي اطلقتها الدوله المصريه، سواء كان مبادره 100 مليون صحه، مبادره الوقوف مع المراه وتمكين المراه، ويؤمن بشكل كبير جدا بالمراه ودورها الاساسي في بناء مجتمع وبناء شباب وبناء اطفال وتحسين الخلق والتربيه. وجدت انه مطلع بشكل كبير جدا على الملف الرياضي والحياه الرياضيه، على الملف الصحي بصفه عامه، ووجدت ان لديه رؤيه في هذه الملفات، افكار زي ما بنقول كده، هي افكار خارج الصندوق، ممكن نقول افكار خارج الصندوق، ولو كان هذا مصطلح درج دايما بنقوله، لا الراجل ده بيفكر بشكل خارج الصندوق. ايه اللي هو خارج الصندوق؟ يعني له العديد من الحلول المقترحه الواقعيه التي تساهم في حل اي مشكله. سعدت بها هذا النائب المحتمل محمد انور موسى سلمان، ولكن من قديم زمن ابا عن جد، والده رحمه الله عليه كان يحب المجتمع المدني، يقف مع اهل بلده، يساعدهم، يشاركهم افراحهم واحزانهم، يساعد معهم في اشياء كثيره اذا امكن ان هو يقدر يساعد. فاذا هذا النائب وما بداخله من مشاركته في الحياه المدنيه ليست وليده اللحظه، او ان هو بيصطنع هذا المشاركه نتاج ان هو مرشح نفسه لمجلس النواب 2025، مرشح محتمل، ولكن هو بطبيعته وبداخله هذا الحب الكثير لاهالي دايرته مركز شبرا خيت واتاي البارود. له العديد من المشاركات مع اهل بلده، له العديد من المساهمات بقدر الامكان في حل الكثير من امورهم. هو ده الدور اللي احنا بنقول عليه انه احنا عايزين نشوف النائب 2025 في انتخابات مجلس النواب المصريه القادم. هذا هو الدور الفعلي للنائب، واحنا يعني هنفضل مستمرين في عرض الكثير عن مجلس النواب القادم والمشاركين فيه والمرشحين فيه، حتى يعي المواطن حينما يتوجه الى لجنه الانتخابات انه يكون عارف كل نائب بسيره ذاتيه عنه ويختار فعلا الاختيار الافضل. انتظرونا ومع النائب محمد انور موسى سلمان ولقاء حصري معه يحكي تاريخه وسي في عنه في الحياه المجتمعيه والحياه مساهمته في المجتمع المدني، ويحكي لنا كيف كان والده يتصرف في هذا الاطار وكيف هو امتص وورث عن والده هذه الفكره. انتظرونا ولقاء هام جدا مع النائب المحتمل محمد انور موسى سلمان، مرشح محتمل عن دايره شبرا خيت واتاي البارود. الى اللقاء. منارة الثقافه مش مجرد برنامج، دي بوابه لعالم اوسع.